عملت تحليل غدة ولقيت رقم غريب كده اسمه TSH. تعال نفهم معناه إيه ببساطة. هنا هتعرف إزاي تبص على نتيجتك وتفهمها لوحدك، يعني عالية ولا واطية ولا إيه بالظبط. ما تقلقش، هنبسط الموضوع خالص من غير أي كلكعة طبية. يلا بينا. طيب إيه هو ال TSH ده أصلاً؟ ده اختصار لهرمون بيفرزه المخ مخصوص للغدة الدرقية. بص، اعتبره كده زي الريموت كنترول بتاع الغدة، هو اللي بيقول لها تشتغل أسرع أو أبطأ. في العادي الرقم الطبيعي بتاع ال TSH بيكون ما بين 0.4 ولحد 4.5. بس خد بالك من حاجة مهمة، كل معمل ممكن يكون له أرقام مختلفة شوية. بص على تقريرك أنت. تمام. طب لو طلع عالي معناه إيه؟ ولو واطي؟ تعالوا نشوف الفرق. لو ال TSH عالي ده معناه إن الغدة كسلانة شوية، وده ممكن يسبب إرهاق وزيادة وزن. أما بقى لو ال TSH واطي فده مؤشر إن الغدة نشيطة زيادة عن اللزوم، ممكن يسبب قلق أو نقصان في الوزن. وهنا يجي سؤال مهم قوي، هل تحليل ال TSH ده لوحده كافي؟ بصراحة كده الإجابة هي لأ. التحليل ده لوحده مش بيدينا الصورة الكاملة. الدكتور غالباً هيطلب معاه تحاليل تانية زي الفري T4 وممكن كمان الفري T3. طيب والناس اللي أصلاً بتاخد دواء للغدة زي الإلتروكسين، التحليل ده دوره إيه معاهم؟ لو ال TSH عالي ممكن الجرعة تكون محتاجة تزيد، ولو واطي يبقى غالباً الجرعة زيادة. بس خلي بالك، أهم حاجة ممنوع تعدل الجرعة من نفسك أبداً، دي شغلة الدكتور بس. دي بقى أشهر غلطات الناس بتعملها لما تشوف التحليل، لازم ناخد بالنا منها كويس. كده أنت بقيت فاهم المبادئ الأساسية لنتيجة تحليل ال TSH بتاعك. لكن خد بالك، دي مجرد معلومات، القرار الأخير لازم يرجع للدكتور المعالج. لو الشرح ده عجبكم ياريت تقولوا لنا في الكومنتات تحبوا نتكلم عن إيه المرة الجاية. اختاروا موضوع من دول أو اقترحوا حاجة تانية، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.